بشرتك هتتحول من البهتان والرماد للمعنى الحقيقي للصفاء والنقاوة، وكل ده من وصفة ولا أسهل من مكونات بسيطة ملهمش حل. الطماطم والليمون والنشا ومكونات تانية كتير، ده معانا النهاردة، ده مش طبيعي. ده سحر حرفيا، بيفتح بينور بيشد، بيشيل كل علامات الإرهاق اللي انتي بتشوفيها في المراية من وشك. اللون الوردي اللي في الطماطم بيخلي بشرتك وردية، الليمون اللي بينظف المسام وبيفتحها، والنشا اللي بيشد وبيصفي. التلاتة دول مع بعض ميكس رائع لانهم فلتر رباني. استني بقى معايا مفاجآت كتير وحلوة ونصايح هتدمنيها، مش هينفع تستغني عنها. واعملي سيف للفيديو ده. ولو اول مرة تشوفيني، انا ميسو، بقدم لكم وصفات طبيعية تخص الشعر والبشرة. اتمنى يا رب تكون بتعجبكم، ولو بتستفيدوا مني حتى لو بكلمة كل فيديو، يلا شجعوني وحطولي القلب الاحمر، امان عليكم. هتجيبوا عصير طماطم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وشلت التفل بتاع الطماطم كله طلع في الصفايه، لان انا هستخدمه ان انا اشيل منه اشيل بيه كل الجلد الميت. مش بنرمي حاجه طالما وصفه طبيعيه، كل حاجه حتى القشر بنستفيد منه. هنضيف عليه عصير ليمون اللي هو عصير الطماطم، وهنضيف على الليمون كمان معلقه من النشا بالشكل ده، تكون معلقه ممسوحه مش هرميه. هنضيف كمان معلقة من مية الورد، وهتجيبي لي مية مفلترة او مية معدنية، وهتبتدي بقى تدوبي النشا في المية دي، بس بعد ما تدمجي المكونات مع الطماطم والليمون بالشكل ده. شايفين؟ حاسة انها الدنيا صعبة شوية، وده طبيعي، اكيد كلنا عارفين ان النشا مش بيدوب بسهولة، بس لما هضيف كمية كويسة من المية هيدوب معايا بكل سهولة. عايزه اقولك ان قبل الماسك ده احنا هنعمل صنفره دلوقتي، لازم جدا تجربيها لانها هتفرق معاكي قوي. وحاجات انتي مش بتشتريها ولا حاجه، دي حاجات موجوده في الوصفه بتاعتنا اوريدي. واول وحاجه موجوده معانا هي اللي طلع معايا في الصفايه بتاعه الطماطم. ولازم تمرري مكعب تلج على وشك عشان يقفل المسام، ويهيئها كمان للماسك ده قبليه بقى مش بعديه. تمام. وهنستخدم كمان فرشة سيليكون او فرشة ميك اب عشان تفردي الماسك ده، مش بايدك، علشان يتوزع كمان بالتساوي، لانها حاجة مهمة جدا. بصوا يا بنات، لما ضفت المية رفعته على النار وسايباه دلوقتي بس يتقل مع نفسه، بس طبعا لازم تفضلي طول الوقت تقلبي فيه علشان ما يلزقش معاكي ويتحرق. هنا بقى البواقي بتاعه الطماطم، انا ضفت عليها معلقة من الزبادي، وهضيف عليها معلقة من الحنة البيضاء. انا عايزة الصنفرة دي تنور البشرة كمان وتفتحها، يعني مش بس تشيل الجلد الميت. انا قلبتهم مع بعض زي ما انتوا شايفين، وابتدي اسكراب بيهم الماسك بعد قبل الوصفة بتاعتنا، اللي هو الكريم اللي هتشوفيه معايا ده دلوقتي هينزل من على النار. وبعد ما تغسلي الماسك ده طبعا بتسيبيه على بشرتك نص ساعة. اغسليه، امسحي بقطنة فيها مية ورد او تونر علشان تبقى النتيجة كويسة وتثبتيها. ولو عندك بقى مناسبة مهمة اعمليه قبلها بيوم، هتبهري الكل بوشك حقيقي. هنسيب الماسك زي ما قلنا نص ساعة، ما تطوليش عشان فيه ليمون. ولو بشرتك حساسة سيبيه بس من 10 ل 12 دقيقة. شايفين بقى الكريم ده؟ هو ده. هتضيفي عليه معلقة من زيت الجوز الهند ومعلقة من لبان الدكر. انا عايزاكي بقى تقفي قدام المراية وتقولي ايه الحلاوة دي بعد ما تجربي الماسك ده. جربيه بنفسك وادعيلي. بس اوعي تبخلي عليا بتجربتك، اكتبيها لي في الكومنتات حصل معاكي ايه. سيبولي قلوب لو عايزين اكتب لكم وصفة تانية